اليوم جايبت لكم وصفة من القلب المفتول الفلسطيني الأصلي، أكلة تراثية سهلة وطعمها بجنن. تابعوا معي الفيديو للآخر لتشوفوا الوصفة كاملة. المفتول الفلسطيني بيعتمد كتير على البصل الكامل والحمص، فأول شي حبدأ بالبصل، والمقادير حكتب لكم إياها كلها بصندوق الوصف. البصل طبعا شلت القشر الخارجي وشلت بس القمعة اللي فوق، وتركت القاعدة تبعت البصل القمعة التحتانية مثل ما انتم شايفين. هاي ليش خليتها؟ عشان حتمسك حبات البصل وحتمنعها من إنها تفرط وقت السلق، يعني حتخليها محافظة على شكلها وحجمها. وطبعًا لازم تغسلوا البصل كتير منيح. وبالنسبة للمفتول استخدمت الكسكسي الجاهز، كيس بيجي عبارة عن كيلو أو نص كيلو. وهلأ حابدأ بالطبخة. وبالنسبة كمان قبل ما أبدأ سوري ل الطنجرة اللي حاستخدمها، لازم تكون عندكم هاي الطنجرة، طنجرة عبارة عن قاعدة وفوقها متل مصفاية والغطايا تبعت المصفاية. إذا مش متوفرة عندكم بتقدروا تستخدموا أي طنجرة عندكم كبيرة وحطوا عليها مصفاية كبيرة شوي وغطايا طبعًا للمصفاية. حابدأ أول شي بالكسكسي، حطيته بصحن وضفت عليه مَي كتير مغلية وحركه كام تحريكة هيك بسيطة بس، وبعدين حغطيه بورق النايلون وحاتركه على جنب ليتشرب كل المي ويستوي تقريبًا نُص سِوَى. هلأ حابدأ بالدجاج. استخدمت القاعدة التحتانية الكبيرة من الطنجرة، حطيت فيها زيت وبعدين ضفت الدجاج. الدجاج طبعًا قطعته نصين وشطفته وغسلته كتير منيح بالمي والملح والطحين، وبعدين حطيته بالطنجرة فوق الزيت وحشوحه بس شوية تشويحة بسيطة ليتغير لونه. حاغمره بالمي لتتغطى كتير منيح قطع الدجاج. لازم تكون المي مرتفعة عن الدجاج تقريبًا ب5 ل10 سنتي، لازم ينغمر كتير منيح. وحاتركه يغلي. طبعًا النار لازم تكون أول شي عالية، أول ما يبدأ يغلي حيطلع متل الريم أو الزفرة، هاي لازم تشيلوها. وبعد ما شِلت الزفرة تمامًا حطيت بصلة صغيرة مقطعة والتوابل ملح وكركم وهيل مطحون وعود قرفة ومستكة وفلفل أسود و7 بهارات قرفة باودر. وطبعًا المقادير كلها حاكتب لكم إياها بصندوق الوصف، والملح ما ضفته حاضيفه آخر شي. ضفت كمان فوقهم حمُّص نقعته قبل بليلة، ضفته فوقهم وحرّكت الخليط كتير منيح، وأول ما يبدأ يغلي حاحطه على نار متوسطة وحاغطّيه وحاتركه لمدة نُص ساعة ليستوي. بعد النُص ساعة شِلت الغطا وضفت حبّات البصل في المرقة، وبعدين حطيت المصفاية فوق الطنجرة لأنه بدي المفتول يستوي على البخار تبع المرقة تبعة الدجاج والبصل. حطيت نُص كمية المفتول في المصفاي. وهلأ حاعمل تتبيلة المفتول. جهّزت بذور الشبت، إحنا بنسميها عين جرادة، هيك بيكون شكلها، من أي محمصة أو أي عطّار بتلاقوها. حطيتها بالمدقة وضفت عليها شوية ملح، حرّكتهم مع بعض شوي، وبعدين ضفت بصلة أو بصلتين مقطّعين صغار مفرومين، دقّيتهم كتير منيح. وبعدين ضفت فوقهم الفلفل الأحمر المجروش ودقّيتهم كمان مرّة تانية لتتجانس كل المكونات كلها مع بعض. وآخر شي حطيت زيت نباتي، وهيك بتكون التتبيلة جاهزة. وهاي التتبيلة حاخدها وأحطها فوق المفتول اللي حطيته بالمصفاية. وزّعتها كتير منيح من كل الجهات فوق المفتول. وبعدين بعد ما خلّصت حاضيف النُص التاني من المفتول فوق التتبيلة. يعني تقريبًا متل الساندويتش، أول شي مفتول، بعدين التتبيلة، بعدين المفتول. وغطّيت الطنجرة وتركتهم على نار هادية من مدة 30 ل35 دقيقة ليستوي البصل مع الدجاج، وكمان المفتول على بخار البصل والدجاج. وهيك بيكون المفتول استوى معي. شِلته وحطيته بصينية فردته.
وآخر شي حضيف معلقتين كبار سمنة على المفتول بيعطيها طعم كتير زاكي، والملح طبعًا حضيفه آخر شي على المرقة تبعة الدجاج والبصل، حاتركه يغلي تقريبًا 3 ل4 دقايق وبس باطفّي النار وهيك بيكون صار المفتول الفلسطيني جاهز، إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، جربوها وخبروني رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونلتقي إن شاء الله بالفيديو الجاي على خير وباي باي.